السلام عليكم. مبدئيا كده اي طلبات من مواطنين مصريين بنقل كذبة ابريل من 1 ابريل ل 2 ابريل هي محاولات مرفوضة من الجميع، لان كذبة 1 ابريل نفسها بصت على اللي حصل في 2 ابريل وهي في قمة الاستغراب والقرف وقالت ايه ده مستحيل ده يكون كذب، ده احنا اشرف من كده بكتير. اكيد طبعا عايز تسمع كلام عن 2024 وابريل 2024 وتحديدا اللي حصل يوم 2 ابريل 2024. بس لا مش هكلمك عنه دلوقتي، يعني هكلمك كمان شويه. فخبطنا كده اللايك المتين وتعالى نرجع بالزمن سوا، مش كتير قوي يعني 11 سنه تقريبا. اصل نقيب الصحفيين السابق الاستاذ ممدوح الولي اعاد نشر خبر كده فكرنا كلنا بشويه اسعار من زمن فات، اسعار السلع الغذائيه في شهر يونيو 2013، يعني قبل ما الرئيس يجي ينقذنا بشهر بالظبط. فوفق النشرة الشهرية اللي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لشهر يونيو 2013 بيقول لك إيه؟ إن سعر كيلو السكر ب5 جنيه و40 قرش، باكو الشاي 40 جرام بجنيه 55 قرش، كيلو اللبن ب6 جنيه، كيلو الجبنة البيضة ب26 جنيه، والجبنة القريش ب13 جنيه، زيت عباد الشمس ب14 جنيه و30 قرش، لتر زيت الذرة ب16 جنيه، كيلو عسل اسود ب5 جنيه ونص، كيلو طحينه لو عايز تعمل عسل بطحينه ب14 جنيه و60 قرش. الفده كان بصوت الضحك، اللي جاي بصوت البكا. كيلو اللحم البقري المجمد ب34 جنيه، البلدي ب65 جنيه، كيلو الفراخ المزارع ب22 جنيه، والفراخ البلدي ب26 جنيه وربع، كيلو السمك البلطي ب19 جنيه 75 قرش، كيلو السمك البوري يا جدعان كان ب35 جنيه، كيلو الرز ب5 جنيه وربع، كيلو المكرونه ب4 جنيه 35 قرش، كيلو الدقيق ب3 جنيه و70 قرش، والقائمه طويله كلها جراح واحزان. الاسعار دي اسعار البيع للمستهلك، خد بالك بس دي اسعار قبل الانقاذ بتكه. فاحمدوا ربنا ان سياده الفريق اول اتحرك وانقذ مصر. نحمد الله اننا مصر. اللهم لك الحمد ان احنا ما بقناش زي سوريا والعراق. ولاجل ان ينقذها كان لازم مجبر مضطر غصب عنه يكون هو الرئيس. كان هيعمل ايه يعني؟ قول لي انت كده كان هيعمل ايه؟ كان مضطر يكون رئيس ويقف ويؤدي اليمين الدستورية مش مرة ولا 2، ده 3 مرات. والله أعلى أو أعلم هيبقى فيه كمان مرة رابعة ولا لأ. أيوة في 10 سنين الرئيس أدى اليمين الدستوري 3 مرات. يسلم يا رب. بس ثانية واحدة، هو أنتم متأكدين إن ده اليمين الدستوري؟ يعني إن هي سالكة؟ إن ده قسم بالله العظيم بنقسم بالله العظيم؟ وإمتى؟ في رمضان مستحيل ده يكون يمين ابدا، مستحيل يكون اليمين الدستوري، ده اكيد شمال، ده اكيد الشمال الدستوري يا عم. ده لو قسم بابليس استغفر الله العظيم، يعني حال البلد وشعبها مش هيوصل لكده. يا عم في الايام البركه دي استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، استعيذوا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فهو المهتد. يا سيدي يمكن ربنا يعفو عنا، يمكن ربنا يعتقنا ونخلص من حال الشمال. استعيذوا بالله، مش مرتين، ده 3 و4 و5 بقى كده. يا ترى حد قال انا همشي على رجلي شويه عشان اوفر حاجه لبلدي؟ احنا ما ناكلش. هتتعبوا معايا قوي. احنا ما ناكلش. انك انت قبل ما تاخد الفطار بتاعك الصبح تقول يا ترى انا اديت لبلدي ايه؟ هنجوع يعني؟ نجوع. طبعا ايه المشكله يعني؟ ونضحي ونتحرم. توقف كثيرا امام ظروف مصر. في اشباه دوله مفيش فلوس، مش دوله حقيقيه. ونشرب من عطشنا. ظروفنا الاقتصاديه صعبه جدا جدا. مش هاكل. ما تحطوش سكر كتير على الكنافه والحاجات ديت. انا مش قادر اديك. لا انا مش قادر. مفيش. هتاكلوا مصر يعني؟ ذات عوز. الحاجه غاليه عليك وبتغلى. الفقر. فقراء قوي. مش عارف اشغل. ظروف مصر الاقتصاديه مش قادر اديله مرتب كويس. ما تقدرش تقدم خدمه طبيه. مش عارف اعالج. ممكن جيل ولا جيلين يتظلموا. مش عارف اعلم. ينفع التعليم في ايه مع وطن ضايع؟ مش عارف اسكن. روحوا المرج والمطريه والخصوص، خشوا وشوفوا لما بمشي في الشارع بلاقي ايه. الاول اغني الناس، اغنيهم. ما ينفعش ناخد الفكه ال50 قرش والجنيه اللي في المعاملات. صبح على مصر بجنيه. انا عايز الفلوس دي. ما احناش ان شاء الله فسدة، خدنا اموالكم وضيعناها بفساد او بدلع. انا ما لقيتش بلد، انا لقيت اي حاجه قال لي خد دي. السلام عليكم، احلى مسا على عيونك ويومك لذيذ. ومهما كان يومك لذيذ
مش هيكون ألذ من يوم الريس يوم 2 ابريل 2024 لما صحي من نومه بدري، خد الفطار والدرينك، لبس بدلته ونضارته، نزل ركب سياراته المصفحه وانطلق بها، ومن ورائه الموكب الرئاسي وحواليه التشريفه 20 ولا 30 ولا 40 موتوسيكل، كاميرات بقى في كل حته، ده غير التصوير الجوي، درون بقى وحركات، وتظهر المباني والمنشآت، الابراج والبوابات. بيتمشى بالموكب في شوارع العاصمه الاداريه الجديده اللي كلفت البلد لحد دلوقتي 60 مليار دولار تقريبا. كل ده علشان يقول لنا حاجه واحده بس. ازيكم يا لا مش ده، لا مش دي. كل ده علشان يقول لنا حاجه واحده بس. ما تحطوش سكر كتير على الكنافه والحاجات ديت يعني كده يعني. وده ليه؟ مش عشان الحاجه الغاليه ما تشتروهاش، ولا عشان احنا بلد الفقر امه العوز، ولا لان طلوا على بلدكم صحيح دي اشباه دوله مش دوله حقيقيه، لا خالص، ولا حتى علشان الريس خاف على صحتكم. لا، ده عشان الريس عايز يوفر شويه تمن السكر اللي بنستورده من بره، علشان عليكم ديون، عليكم انتوا، عليكم سداد اقساط ديون وفوائد الديون وسداد اقساط فوائد الديون. تخيل الريس بيبدر حواليه كل الموتوسيكلات دي ومستكتر عليك تبدر شويه سكر على صينيه الكنافه اللي بتحل بيها. ده لو عرفت تحلي. الريس بيصرف على موكب بالشيء الفلاني من فلوسك، فلوس حضرتك، فلوس البلد، وفي حاجه ملهاش 32 لازمه، وهي اداء الشمال الدستوري. ما ده مش يمين، ما تقنعنيش ان ده يمين ده شمال. يعني احنا لا عندنا انتخابات ولا تصويت ولا حريه اختيار المرشحين ولا في فرز حقيقي حتى. فلما مفيش اصلا انتخابات فما بني على باطل فهو ايه؟ قطايف؟ تمر هندي؟ ولا باطل؟ باطل. كلها شكليات. طب لما هي حاجه شكليه ليه نحزق فيها كل الحزق ده؟ ما نخلي عم الفرح سكيتي. كل ده عشان نعمل شرعيه يا راجل؟ ده انتوا طلعتوا احمد الطنطاوي عشان قال بس انا ناوي اترشح. بسرعه يا جدعان، نسيتوا البلطجيه اللي عند مكاتب التوثيق عشان ما حدش يعمل توكيل لطنطاوي. شرعيه؟ ده كده لا شرعي ولا عرفي، ده كده تحت الكوبري. كل ده عمره ما هيعمل شرعيه ولا هيخلي المسخره تبقى انتخابات. نخف بقى يا اسطى، كفايه بقى يا رايق. ده احنا مش تعبنا، ده احنا طلع. هل ده ينفع في بلد ديونها الخارجيه قربت توصل 200 مليار دولار؟ ينفع اللي بيحصل ده في بلد عملتها منهاره واقتصادها ضايع؟ انا ينفع اعمل فرح وجنبي ميتم والعروسه اصلا محرمه عليك؟ سياسيا بقينا متساقين واللي بيتقال لنا عليه بنعمله، داخليا مفتتين والمجتمع كل يوم في مصايب اخلاقيه. حتى اللي بيقول لك انا المهم اكل واشرب ما بقاش لاقي، والنظام عمال يحلب فينا. احنا بنشوف حاجه، احنا لا ميه ولا كهرباء ولا علاج، كله بيصب عندك يا كبير. مش انت يا نجم اللي قلت مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، عارفين بس نشغل الموكب ده كله ونعمل بيه زفه؟ ايه ده، هو انت ما عجبكش الموكب؟ ده انا قعدت طول الليل اظبط مشيتهم مع بعض. انت ما شفتش اللقطه من فوق؟ كانت تحفه. لا ما عجبتنيش. طب مبنى البرلمان الجديد ده تشطيب سوبر، لا ولا كل معايا. يبقى اكيد ما شفتش اطول ساري علم، ده هيفرق معاك جدا. لا والله يا معلم مش شاغل بالي. امال اعمل لك ايه تاني؟ طب شفت النسر الكبير اللي ورايا؟ اوف، ده كان هياكل مني حته. لا بجد، قعدت اجي كده واجي كده هياكل مني حته من الذين حرفيا. طب اعمل لك ايه طيب؟ طب بص، لو ما سكتش عليا الحلال اطلق عليك الدبان الالكتروني يزن في ودانك ومش هتشوف النوم. لا يا رايق، الدبان ده الناس وراهم بالشبشب على فيسبوك وتويتر. يعني بدل ما نضيع فلوسنا على الدبان واللجان الالكترونيه ما تعملوا حاجه صح يا عم. طب والله واحنا هنشير. كفايه بقى سفه وصرف في الهوا. فين يا عم السفه والصرف ده؟ انتوا مستكترين حفله صغيره في افتتاح العاصمه الاداريه الجديده واداء الرئيس القسم الدستوري. تعبك قوي الموكب الرئاسي، كام عربيه على كام موتوسيكل. فين البزخ في الصرف ده؟ عشان تفويله بنزين يعني؟ صدقني انا اللي هفولك. ده بقى اخركم في فين ايام محمد حسنين هيكل حتى صفوت الشريف كانت تطلع من واحد منهم تاخد وتدي معاها كده. ايه زمن جميل. انما دلوقتي كلها بقت مجاري وعارفه بعضيها. يعني الناس تقول لكم كفايه خراب، كفايه ديون وسلف على المناظر، تقولوا لهم مستكترين على الرئيس تفويله. تعرف ان سعر الموتوسيكل الواحد من اللي كانوا حوالين الرئيس على اقل تقدير مليون جنيه. الموتوسيكل الواحد من دول سعره بيعدي المليون جنيه. ايوه برضه فين البزخ؟ يعني 30 مليون جنيه على هيئه موتوسيكلات كده كانوا طايرين حوالين الرئيس بيتمخطروا كده بس لاجل الفشخره والمنظره. هو ده مش سفه وبزخ؟ لما المواطن اللي طافح الكوته يلاقيكوا جايبين فرقه موسيقيه عالميه جايه تعزف في يوم اداء اليمين الدستوري،
ده ايه؟ مفيش اي بلد محترم في الدنيا لما رئيسهم المنتخب باصوات الشعب يجي يحلف اليمين الدستوري بيروحوا يجيبوا له فرقه اجنبيه تعزف له. فين ده؟ حصل فين ولا مع مين؟ هل ترامب راح جاب فرقه باليه روسيه يرقصوا لحظه اداء اليمين الدستوري؟ ولا ماكرون مثلا راح جاب مشروع ليلى يغني له وهو داخل الشانزليزيه وحواليه موكب بسكليتات؟ ليه يا عم؟ هو الراجل اللي شايل راسه على كتفه لاجل البلد ما يستحقش مننا نكرمه يوم ركوبه للمره الثالثه؟ الراجل اللي تعب وعمل مشاريع ما اتعملتش ومش هتتعمل. هي صح مش هتتعمل لان مفيش حد عاقل هيعمل اللي اتعمل في البلد ده. اضخم مشروع استصلاح زراعي في توشكا مين اللي عمله؟ اكبر مشروع صوب زراعيه في العالم مين اللي زرعه؟ مين اللي عمله؟ طب انت اكلت منه؟ هل من بعد المشروع ده سعر الخضار في مصر بيرخص ولا بيغلى؟ طب هل مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الخضر او الفاكهه او بعض انواعها؟ طب هل تصدير مصر زاد؟ ايوه يعني فين اثر المشروع على الاقتصاد المصري والمواطن؟ بلاش يا عم. اكبر مزرعه شمسيه لانتاج الكهرباء في اسوان، اكبر مزرعه رياح لانتاج الطاقه في البحر الاحمر. طب والنور بيقطع ليها حيلتها لشهور طويله في طول مصر وعرضها يا عم. طب اكبر مصنع سكر في المنيا يا دبانه ده الريس لسه خابطنا واحده. ما تحطوش سكر كتير على الكنافه والحاجات ديت يعني كده يعني. ده في عهد الريس مصنع ابو قرقاص من اعرق مصانع السكر في العالم اتقفل تك بالضبه والمفتاح. يا عم طب ما الريس زي ما عمل اطول ساري عمل اكبر مزرعه سمكيه في العالم. طب يا دبانه اقل كيلو سمك دلوقتي بكام؟ احنا ليه بنستورد من روسيا وبنتوسع في الاستيراد منها كمان لحل ازمه السمك في السوق؟ مش روسيا اللي بتستورد مننا بعد ما عملنا اكبر مزرعه في العالم، ده احنا اللي بنستورد منها. هشوف لك حاجه. اكبر مدينه صناعيه للدواء في الشرق الاوسط. يا دبانه ده الدكاتره في مصر من كتر نقص الاصناف والانواع فاضل لهم تكه ويكتبوا للناس في الروشتات على كركم ومنقوع لبن ذكر لعلاج الالتهابات. ما تقوليش اطول واكبر واعرض واتخن وارزع، هي بالمفعول مش بالطول. قول لي فين اثر المشروع على الاقتصاد والعمله، على الاكتفاء الذاتي والتصدير، على القوه الشرائيه للبني ادم يا بني دبان؟ هيعمل ايه المواطن المصري باطول ساري علم ولا اكبر جامع واكبر كنيسه واعرض كوبري وافخم اوبرا؟ يا جدعان زهقنا والله العظيم زهقنا. الدبان ده ما تتكلمش معاه. الدبان علاجه الشبشب. الذباب الالكتروني في مصر بقى منظومه شركات وفلوس وادارات. في 2 ابريل 2020 اعلن موقع تويتر انه قفل اغلق حذف حوالي 8000 حساب على تويتر، وقالت الشركه ان دي حسابات كانت تابعه لمؤسسات تتلقى تعليمات من الحكومه المصريه والسعوديه. تويتر ده لا بتاعي ولا بتاعك. قال ان في شركات مسجله مشغله ناس عندها دورهم في الحياه تضخيم اي اعمال بيقوم بها النظام الحاكم. شوف يا اخي سخريه القدر، تويتر قفل الحسابات دي في 2 ابريل 2020. شو واخد بالك من التاريخ؟ سبحان الله. احنا ممكن نعتبر يوم 2 ابريل ده يوم ضرب الذباب الالكتروني بالشباشب او يوم الشمال الدستوري. شمال والله شمال، ولو استفتحتوا الكلام بايه وقفلتوه بايه حتى لو مش عارفين تقروها صح. رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. دي الآية 101 من سورة يوسف، آية بيكلم فيها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، بيكلم ربنا. سيدنا يوسف اللي لما فتحت ليه الدنيا وكان قادر يعيش عيشة الملوك متهني وقدامه كل المغريات، قال انا عامل قصور رئاسيه وهعمل ده مش باسمي. لا طبعا ما قالش كده، لكنه قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. سيدنا يوسف قال كده لما اجتمعوا عليه ولما استدعوه علشان ينقذهم قال والله العظيم انا ما لقيت بلد، انا لقيت اي حاجه قال له خد دي. لا ما قالش كده، قال ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فسر لهم وشرح وحط بين ايديهم الحل والتدبير، انقذهم لانه كان فاهم حال البلد كويس، دارسها، مش قاعد 50 سنه، مش زي ناس خاربينها وقاعدين على تلها. ده لو مال سايب هيبقى في حساب اكتر من كده. رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لشركه مصر للطيران قال انهم قرروا بيع 12 طائره ايرباص وتعاقدوا على صفقه البيع اللي المفروض هتبدا من دلوقتي ابريل 2024 وينتهي بيع اخر طياره في مارس 2025. ال 12 طياره دول الحكومه اشترتهم بفلوسك في 2019 واستلمت اخر طياره فيهم في سبتمبر 2020، يعني من حوالي 3 سنين وشويه، وفجاه كده قرروا يبيعوهم. يقول لك اصل اكتشفنا ان الطيارات مش ملائمه للظروف المناخيه بتاعتنا. طب استنى بس يا عم، طب ما تشغلوها في مطار العاصمه الاداريه الجديده، ده المناخ هناك بيقولوا عالمي، ده العالم كله عايز يجي يشوف الناس هيموتوا ويجوا يشوفوا العظمه والانجازات. هتجرب يا عم الفكره دي يا عم، ما تجرب. طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ بصراحه خسرانين، اصل الطيارات دي احنا اشتريناها بالدين
بالسلف، فما عرفناش نسدد، فهنبيعها علشان نسدد ثمنها. شفت اللفه؟ حلوه؟ تركب تاني؟ ولا تحب نبيع شركه مصر للطيران كلها؟ ولا بلاش كلمة بيع عشان الدبان ما يهكش، مشيها تطوير وشراكة بين شركة خليجية ما وبين شركة مصر للطيران. ما هو بص، أي حاجة تتوقعها من النظام بتاعنا ده اللي هو مش بتاعنا، أي حاجة معيوبة تتقال على الحكومة الناس هتصدق. ما احنا شفنا الأنيل من كده، كتير من الناس فورا وبدون أي تحقق صدقوا إن النظام متورط بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية بقيادة عباس في إدخال عناصر أمنية سرا لقطاع غزة المحاصر المقصوف لأهداف أكيد بتخدم الاحتلال. الناس صدقت من غير ما حد يوجه اي تهمه للنظام اصلا. ربنا يستر على غزه وسكان غزه وينصر اهل غزه ومقاومه غزه ويعدي الايام اللي جايه دي على خير. يلا خلي الصفوف تتمايز وخلي كل واحد يبان على حقيقته. سلام. 5 بس وجاي، 5 وراجع، 5 بالحب.